سواء الونش، سواء محمد اسماعيل، سواء حسام عبد المجيد، كل كره بتجيلهم عامل لونج بول جوه. المفروض ان احنا بنلعب على ناصر منسي يستلم الكره او عدي الدباغ، فكل الكور اللي راحت هناك مفيش كره بترجع. الكره دايما اللي بتروح بتاعت فريق حرس الحدود. فالزمالك بان باداء باهت جدا. انا عايز اقول لك ليه الزمالك بان بالاداء ده، رغم ان الزمالك عنده ازمات تشفع له وعنده مشاكل كتيره جدا تخلي الزمالك يظهر بالمستوى ده. بس عارف اللي هو انت لقيت الفريق في كل المأساة دي في حاجه بتتعمل وفي حاجه كويسه يتبني عليها وفي كل الحاجات دي. ففكره ان الزمالك يظهر بالمستوى دي الفتره اللي فاتت، انا عايز اقول لك الزمالك لعب كام ماتش من يوم 25/1 لحد ماتش حرس الحدود يوم 20/2. الزمالك لعب في الكونفدراليه مع المصري اتعادل 0-0 يوم 25/1. بعدها ماتش بتروجيت كسب 2-0 يوم 28/1، يعني ريح يومين ولعب الثالث. الزمالك والمصري في الكونفدراليه الزمالك كسب 2-1. الماتش ده اتلعب يوم 1/2، يعني بعد الماتش بتاع المصري برضو ريح يومين ولعب الثالث، او ريح 3 ولعب الثاني او لعب الرابع. كهربا اسماعيليه الزمالك كسب 5-2. كان اداء الماتش ده جامد جدا، رغم ان الفريق بدني المفروض مش احسن حاجه على كم الماتشات اللي لعبها الفتره اللي قبلها. فالزمالك بقى في ماتش كهربا اسماعيليه متسيد الملعب، اهداف من ومن العمق وباكتر من طريقه، اهداف متنوعه مش بطريقه واحده، باكتر من طريقه. الزمالك فاز على كهربا اسماعيليه 5-2. الماتش ده اتلعب يوم 4/2. اذا الزمالك هنا مريح كام يومين ولعب الثالث. انا عايز اعرف مين فريق في مصر بيحصل معاه كده؟ مش عارف. والفرق اللي بيحصل معاها كده عندها تخمه لعيبه. يعني دايما كنا بنشوف مثلا لما بيجي فريق تاني عنده مباريات كتير، عنده ضغط مباريات، كنت دايما بتريحه، كنت دايما بتخترع له الاعذار، كنت دايما بتراعيه. الزمالك في عز ما هو محتاج انه يتراعى ما بيتراعاش، وهتلعب في ميعادك وهتلعب في وقتك وهتسافر تروح السويس وهتسافر تروح هنا وهتسافر تروح هنا، ومفيش حد بيقدر ان جدول الزمالك مزحوم جدا. انا حاسس ان كله عايز يفطس الزمالك ليه مش عارف، ومصلحه مين برضه مش عارف. الزمالك لعب مع كهرباء اسماعيليه يوم 4/2 وكسب 5-2 زي ما قلنا. في ماتش الزمالك وزيسكو كان هناك ماتش سفر، ولعب يوم 8/2 ريح 3 ولعب الرابع. تمام، ريح 3 ولعب الرابع. هنا الزمالك خسر 1-0. طبعا كان ماتش بعد سفر ومشقه وي شفنا الاداء كان في الملعب بهتان جدا، اللعيبه كانت واقعه جدا بدنيا. ده يوم 8/2. الزمالك وسموحه يوم 11/2، يعني الزمالك جه من سفر ريح يومين ولعب الثالث يوم 11/2 كسب 1-0. فالزمالك في كل الجدول المضغوط ده عارف يكسب وعارف يبين اداء. شابوه كابتن معتمد جمال، شابوه من اكبر لعيب لاصغر لعيب باستثناء محمد عواد وهنرجع له. الزمالك وكايزر تشيفز يوم 14/2 والمباراه دي كانت هنا. الزمالك كسب 2-1. الزمالك ريح يومين ولعب الثالث. مباراه سيراميكا في الكاس اللي الزمالك خسرها 2-1. الزمالك كان اداؤه في الماتش ده اوفر اول مش وحش، بس ما عملش، يعني المفروض كان الزمالك ليه ضربه جزاء، المفروض كانت النتيجه تحصل غير كده. مش بناقش هنا الزمالك كان المفروض يكسب ولا المفروض يخسر، مش ده اللي بناقش. انا بناقش روح اللعيبه وحاله اللعيبه اللي جوه الملعب، رغم ان بدنيا مش سعفاهم، بس اللعيبه بتقاتل لحد اخر دقيقه جوه الملعب رغم وعندهم اعذار. يعني مثلا كان الزمالك قبل كده كان بيبقى فيه لعيبه كتيره جدا، وكنت بتلاقي الزمالك بيقضي اداء مبهر جدا ومش على نفس المستوى، ويطلع يقول لك ايه اصل الزمالك مضغوط. لكن انا الزمالك السنه دي من اول السنه بشوف روح، بس روح متشبعه بشويه فنيات قليلين، فاهمني؟ فالروح اللي فيها حاله نادي الزمالك موضوع حلو بصراحه. الزمالك موضوع حلو جدا جدا، ويشجع اي حد ان هو يقعد يتفرج على المباراه ويحببك تستنى ميعاد الزمالك.
مش بتكلم على المنظومه، انا بتكلم على نادي الزمالك كنادي الزمالك فقط لا غير، ماليش دعوه بقى انا ايه كل الاجواء اللي حواليه دي. الزمالك ان شاء الله ابنائه كلهم يتحدوا مع بعض ويحلوها. الزمالك وسيراميكا خسر 2-1 في الماتش بتاع الكاس. الماتش ده اتلعب يوم 17، يعني الزمالك لعب 14 ريح 15 و16 ولعب 17. الزمالك والحرس ماتش الزمالك كسب 2-0. الماتش ده اتلعب يوم 20، يعني الزمالك لعب يوم 17 ريح 18 19 لعب 20. فاللي بيحصل مع الزمالك ده ليه؟ اللي بيحصل مع الزمالك ده انا مش فاهمه بيتعمل ليه بصراحه ربنا. المفروض نادي الزمالك ده نادي وطني، المفروض نادي كبير، المفروض نادي اسمع زي ما كنت بسمع قبل كده اعذار للنادي الاهلي واعذار لهنا واعذار لبيراميدز. بيراميدز ده في اول السنه قعد شهر ولا اكتر ما بيلعبش في الدوري المصري وليه مؤجلات كتير، وكنا بنسمع ساعتها انه بيلعب بيراميدز مش بقول لك الاهلي، بيراميدز وكان بيتخلق له الاعذار ان هو بيلعب باسم مصر. طب الزمالك لما يجي يضغط في المباريات دي ده لسه احنا مكملين لحد شهر 3 على نفس الضغطه دي اللي هو كل 3-4 ايام ماتش. والزمالك فيه مشكله لعيبه. انا بقى مش عايز اقول بقى ان حد يقف جنب الزمالك ولا حد يعمل، انا عايز اقول للعيبه والمدير الفني استمروا على الحاله دي. انتوا كابتن معتمد الجمال انت مدير فني عالمي ان انت قادر تستمر في الضغط ده وضغط المباريات والضغط الجماهيري، لان انت برضو في عز كل ده وفي الاجواء دي كلها انت الجمهور ما عجبوش لما طلعت خسران ماتش سيراميكا، لكن الحلو بتاعك بصراحه كتير، فمحدش قادر اللي هو يهاجمك هجوم عنيف ولا حد. الجمهور كله وراك والجمهور كله بيشجعك، وانت بتشوف عدد الجمهور في المدرجات بيبقى قد ايه. فشابوه كابتن معتمد الجمال، شابوه كل لعيبه نادي الزمالك باستثناء محمد عواد لما بيجي يطلب منه ان هو يقعد احتياطي سواء لمحمد صبحي سواء لمهدي سليمان لا بيقول لك انا ما اقعدش. انا وجهه نظري اللعيب اللي يقول لك انا ما اقعدش دكه قول له هات عرض واتكل على الله، لان لعيبه نادي الزمالك الروح اللي فيها دي كلها، لعيبه الزمالك فيها روح جباره بينها وبين بعضها. حتى بتشوف لما لعيب يجيب جون بتلاقي الدكه بتجري عليه ازاي، لعيب لما بيطلع تبديله بتشوف اللعيبه بتجري عليه ازاي، بتستقبله ازاي، في روح انت بتحسها على فكره. يعني انت مش لازم تبقى قاعد جوه اوضه اللبس عشان تبقى حاسس كده. انا حاسس وشايف ان لعيبه نادي الزمالك مودهم حلو قوي، المود نفسه حلو، تحب تتابع نادي الزمالك مش علشان انا زملكاوي، لا هو المود حلو، مود فريق بيكسر. المفروض انا كنت منتظر منه ان هو هيرجع بقى تبقى مهازل تاريخيه والزمالك بيخسر من طوب الارض والزمالك لا انا ما لقيتش كده. انا لقيت اللعيبه واقفين كلهم بيدافعوا عن شعار نادي الزمالك وعن جمهور نادي الزمالك، واللعيبه عندها حلم ان هي تبسط الجمهور وتحافظ على شعار نادي الزمالك، من اول لعيب من اكبر لعيب لاصغر لعيب، من اول عدي الدباغ لحد اصغر حد في نادي الزمالك. وعدي الدباغ عشان الناس بتحامي عليه كتير، انا بشوف ان عدي الدباغ اون فاير طول المباراه، هو اون فاير، كل كوره بيجري عليها، كل كوره بيضغط عليها، كل كوره بيحاول عليها. انه مش موفق انا ما لومهوش على دي، التوفيق ده بتاع ربنا، التوفيق من عدمه ده بتاع ربنا. لكن اللعيب انا اللي ليا عندك ان انا ما اشوفكش كسلان في الملعب. لكن لعيبه الزمالك طول المباريات اللي فاتت دي كلها بتجز في الملعب، انا شايف لعيبه بتجز